النهارده انا جايه ازور 57 بالصدفه، والدليل على كده ان مش عامله شعري، مش عامله ميك اب، مش عامله اي حاجه. ونظرا ان في فريق عمل متكامل في المستشفى ليل نهار قاعدين جاهزين طول الوقت ان هم ممكن يعملوا اي عمل خير للمستشفى، يصوروا اعلانات ببلاش، يشتغلوا ببلاش، يعملوا اي حاجه بس علشان مصر وعلشان ولادنا. وبالصدفه البحته قابلت نموذج من البشر غريب جدا. طول ما انا ماشيه عمال يجري في المستشفى ويهزر ويضحك ويبوس ده ويلعب مع ده، ومش فاهمه هو بيعمل ايه. نعم يا استاذ احمد. يعني مستشفى 57 دي مش مستشفى، ده واقع، دي حكايه. وبنتي يعني دي احب بنتي ليا. طب انت ايه سبب انك عمال تجري؟ يعني انت اكيد طبعا فرحان ومبسوط باللي شفته هنا في المستشفى وما لقيتوش في اي حته ثانيه. ليه؟ ما انت مش انت عملت واسطه عشان لا ما عملتش واسطه، انا وديتها مستشفى كبيره استثماري، قعدت يوم وقالوا لي ده كانسر لازم 57. جيت جري وهي تعبانه، كنت بقول لها فريده انا مش موديكي مستشفى، انا موديكي في حضن ربنا، لان مفيش حاجه ثانيه اعملها لك. يعني حضن ربنا، انا فعلا لمست هنا ان بنتي في حضن ربنا. طب وما سافرتش بره ليه ما دام عندك امكانيه؟ والله قالوا لي هنا افضل، وعملت فعلا اتصالاتي وعملت يمكن كونسولته مع دكاتره امريكان وقالوا لي هنا ذا بيست، هنا ذا بيست. من اللي شفته واللي عرفته عن طريق اصدقاء وعن طريق معارف كتير قوي محتكين ب 57. لو في حد عايز يدخل ايه بندفع فلوس ايه او بنعمل ايه؟ ولا حاجه. يعني حكايه الاعلانات اللي بتقول بالمجان الحاجات دي ايه؟ دي فعلا حقيقه والله، ولا حاجه، ولا حتى جنيه حق تذكره دخول، ولا بقشيش، ولا بقشيش لاي حد، بالعكس خدمه هنا 10 نجوم. المهم ان فريده خفت. فريده بجد. فريده في عياها، وفريده في شفاها، وكانت فريده في المستشفى، والمستشفى دي فريده بجد. طبعا. اصحابك هتجيبيهم يزوروا هنا ان شاء الله؟ اكيد بجد. انا اللي شفته هنا ما لقيتوش في الدنيا، انا لفيت نص الارض، اللي شفته في المستشفى دي ما شفتوش في اي حته ثانيه. وبنتي خفت بالحب، وبنتي خفت بفلوس الصدقات، وبقولها وانا مش مكسوف، انا والله العظيم بنتي خفت بفلوس الصدقات. وانا عامل على فكره صدقه جاريه الفريده من شركتي 5% كل شهر 57. ما حيت. اللي بيجي من القلب بيخرج من القلب وبيوصل للقلب، وقلب المصريين قلب كبير قد كده. 57 عملت مليون بطل. مؤسسة مستشفى 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.